الجنيه المصري ارتفع أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 46 جنيه و99 قرش في البنك المركزي المصري. أهلا بكم في قناتكم المتخصصة لمتابعة أسعار الدولار أول بأول. يلا نبدأ على طول ونعرف آخر المستجدات. سعر الدولار النهاردة فتح على استقرار واضح في معظم البنوك المصرية ومفيش أي تغيرات كبيرة اتسجلت في بداية التعاملات. نبدأ بالأسعار على بركة الله. في البنك المركزي المصري سجل الدولار شراء 46 جنيه و99 قرش، سعر البيع وصل 47 جنيه و12 قرش. أما في البنك الأهلي المصري فوصل الدولار عند مستوى 47 جنيه وقرشين للشراء، 47 جنيه و12 قرش للبيع، وكان نفس السعر فرق بسيط في بنك مصر حيث سجل الدولار 47 جنيه و3 قروش للشراء، 47 جنيه و13 قرش للبيع. أما في بنك البركة فالسعر كان مستقر عند 47 جنيه للشراء، 47 جنيه و10 قروش للبيع. أما في بنك CIB فوصل السعر 47 جنيه وللشراء، 47 جنيه و10 قروش للبيع، يعني تقريبا نفس سعر بنك البركة. ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصل لكم أسعار الدولار أول بأول. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.